السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ بجد وحشتوني قوي قوي. انا بقالي فتره طويله قوي مش بصور، بس انا كنت مصوره فيديو ممكن مثلا ينزل بعد كام يوم، كنت مصوراه من مثلا اسبوعين او حاجه. المهم النهارده هكلمكم على الاوفرز بتاع تيلوفال عشان البنات اللي مش عندها انستجرام ودايما تقولي نزلي الاوفرز هنا كمان. بالنسبه بقى للبنات اللي عندها انستجرام، انا بسيب لكم اليوزر نيم بتاعي فوق، يعني مش عارفه فين بالظبط بس بيكون فوق، وكمان بسيبه في اول كومنت مثبت تحت الفيديو. خلوني بقى اتكلمكم على الاوفرز بتاع تيلوفال. وبجد يا جماعه تيلوفال فعلا عاملين اقوى عروض في البلاك فرايداي في الماركت المصري كله. يعني انا ما شفتش خالص ولا براند عامله نفس العروض اللي هم مقدمينها، غير كمان اصلا ان تيلوفال كمان اسعارهم اقتصاديه نوعا ما. انا مش عايزه اقول اقتصاديه بالنسبه لكل الناس عشان ممكن طبعا الناس تتضايق، بس هي نوعا ما اقتصاديه. غير طبعا ان انا عندي برومو كود هيديكوا خصم فوق الخصومات الموجوده. ده غير طبعا برده مش عايزاكم تنسوا ان انا كل شهر بكسب البنات اللي بتستعمل البرومو كودز بتاعتي هديه من عندي. دي الهديه بتاعت الشهر ده. وطبعا برضو علشان محدش يزعل، انا برضو كل شهر يا جماعه بكسب 3 بنات بختارهم من الكومنتس على انستجرام، عشان في ناس بتقولي طيب احنا مش معانا فلوس نشتري حاجه ونفسنا نكسب وكده، فانا برضو بختار الناس اللي هي الاكثر تفاعلا. يعني الناس اللي انا كل ما انزل ريل بشوفهم بيتفاعلوا معايا، كل شهر بختار 3 يكسبوا. فانا كل شهر بكسب تقريبا 4 بنات، 3 بختارهم من الكومنتس، الناس اللي هي متفاعله معايا طول الوقت، وواحده بس بتكون من البنات اللي بتشتري بالبرومو كودز بتاعتي. فانا كده يعني والله العظيم تلاقوني دايما مخلصه المنتجات اللي عندي هدايا، يعني مش بكنز المنتجات عندي وكده علشان افرح اكبر عدد منكم. المهم خلونا بقى نتكلم على الاوفرز بتاع تيلوفال. هم عاملين باي 2 جيت 2، يعني هتشتري منتجين وتاخدي عليهم منتجين هديه، ولازم تختاري انت، تختاري الاربعه. ما تحطيش منتجين وتستني ان هم يبعتوا لك المنتجين التانيين، لا هم كده هيبعتوا لك منتجين 2 بس. انت اختاري الاربع منتجات اللي انت عايزاهم وهتحاسبي على منتجين 2 بس، طبعا زائد الخصم بتاعي انا برضو هيديكي خصم اضافي فوق الخصومات دي كلها. في بقى خصم اكبر بجد، ده لو انت عروسه، لو انت جروب اصحاب كبير، بجد استغلوا الخصم ده، لان انا حاسه ان هو فعلا احلى بكتير. انه لو اشتريتي 4 منتجات هتاخد عليهم 5 هديه. ده بقى انا ما شفتوش في حياتي ابدا. انا اول مره اسمع عن ان حد يشتري 4 منتجات وياخد عليهم 5 هديه. ممكن ده تقريبا كان بيحصل زمان قوي في باث اند بادي وركس، ما كانش فيه ولا براند في الماركت المصري خالص بتعمله. فانت كده هتشتري 9 منتجات وتدفعي 8 4 بس، فده بجد خصم ما يتفوتش ابدا. طبعا قسموا بقى عليكم لو انتوا جروب، ولو انت عروسه ظبطي ودلعي نفسك. عندهم منتجات للشعر تحفه. انا جربت بالمناسبه منتجات الشعر بتاع تيلوفال، لسه ما عملتلكوش الريفيو بتاعها، ولكن بجد يا بنات تحفه. مشكلتها الوحيده ان هي ريحتها مش ريحه برفيوم او حاجه، لا هي ريحه طبيه اكتر. انتوا اصلا عارفين انه تيلوفال رايحه شويه ناحيه المنتجات اللي هي العلاجيه، اللي احنا بنقول عليها منتجات طبيه، بس عشان المصطلح ده مش دقيق قوي فانا مش عايزه اقوله. في كمان عندهم حاجه انا نفسي اجربها اللي هي السبلاشات. انا شفت ان هم منزلين رينج كبير قوي من السبلاشز، للاسف لسه ما جربتهمش، فانا ان شاء الله ممكن اجربهم. كمان شفت ان هم منزلين ميك اب ريموفر بس ميلكي، دي حاجه جديده برضو في البراندات المصريه. ال3 سيرمز الجداد منزلين 3 سيرمز اسمهم سوبر سيرمز. بصراحه يا جماعه انا جربت واحد بس وانا اتبسطت من البراند، ان هم عارفين ما اجبرونيش ان انا اتكلم على الاثنين التانيين. يعني انا ما جربتهمش، انا قلت لهم انا مستحيل ادخل 3 منتجات مره واحده لبشرتي. وكمان انتوا عارفين انا بحب دايما لما اجرب برودكت ابقى اجربه هو لوحده علشان اعرف النتيجه بتاعته لوحده، خصوصا لو منتجات للبشره. منتجات البشره بحب اجربها كل سيرم كده لوحده علشان اعرف هو لوحده بيشتغل ازاي، وهو لوحده النتيجه بتاعته فعلا واضحه وباينه ولا لا. فهم منزلين 3 سيرمز. اول واحد اسمه بوستر سيرم، تاني واحد اسمه انتي بليمش، والتالت واحد اسمه جلوينج سيرم. دول كده ال3. انا كنت متحمسه قوي على اللي هو البوستر سيرم ده، لانه فاكرين السيرم ده بتاع كوزراكس اللي هو كان اسمه سكين بوستر. فانا بصراحه يعني عارفين الاسم كده لفت انتباهي ان ده بوستر وده سكين بوستر، فحسيت انه طيب هل هما الاثنين ممكن يكونوا شبه بعض؟ طيب خلينا اجرب واشوف النتيجه. طبعا وقفت ده تماما اللي هو السكين بوستر بتاع كوزراكس علشان اجرب ده لوحده. وبجد يا بنات دي كانت احلى حاجه شفتها في حياتي، لان طبعا انا لما اتكلمت على ده اللي هو السكين بوستر بتاع كوزراكس كان غالي جدا، كان تقريبا ب 1800 جنيه، لكن انتوا عارفين انه تيلوفال اسعارهم اقتصاديه جدا. فانا اتبسطت قوي ان انا لقيت انه السيرم ده فعلا النتيجه بتاعته متقاربه بنسبه 99% مع السيرم اللي ب 1800 جنيه. بجد خطير. بصوا كمان هو العبوه بتاعته كده، يعني بتدوسوا هنا كده دوسه وبعد كده تطلعوه وتستعملوا البرودكت. يعني الباكجينج بتاعه كويس جدا
جدا. مشكلته ان انا حاسه ان ريحته مش الطف حاجه، بس عادي هي مثلا 3 دقائق كده وبتروح، مش بتفضل طول الوقت مكمله على وشك يعني بنفس الريحه اللي هي فعلا مش الطف حاجه، ومش عارفه ايه السر في كده. المهم بقى البوستر سيرم ده المفروض اهم المكونات الموجوده فيه نياسيناميد. انتوا طبعا عارفين النياسيناميد بيشتغل على اثار الحبوب الحمراء، وكمان بس تكون جديده مش قديمه، وكمان بيدعم حاجز البشره. ده غير طبعا ان هو كمان بينظم افراز الدهون. كمان فيه هيالورونيك اسيد ومارين كولاجين، وهو فعلا بيرطب البشره ترطيب كويس جدا جدا. بس طبعا حطي بعديه كريم مرطب، كده كده ما ينفعش ابدا تحطي سيرم من غير كريم مرطب. غير كمان ان هو فيه سنتيلا، وانتوا عارفين طبعا السنتيلا قد ايه مهمه لحاجز البشره علشان تقوي وتدعم حاجز البشره. انا بقالي شهر بالظبط بستعمله، فعلا كنت شايفه منه نضاره في بشرتي، فعلا حسيت الموضوع ده جدا جدا معاه، خصوصا لما بحطه بقى بالليل واصحى تاني يوم كده احس ان انا فعلا بشرتي منوره. بس للاسف انا رحت دهب اسبوع وبجد استهبلت قوي قوي في موضوع السان بلوك، لدرجه ان انا ايديا اسمرت جامد وكمان وشي يعني، ولكن ايديا كان اكتر حاجه بان عليها الموضوع ده. فانا بشرتي بعد ما رجعت من دهب حسيت، خصوصا ان انا قعدت اسبوع كامل فكان برضو مده طويله، رجعت من دهب حسيت ان انا بشرتي مضلمه كده. طبعا ما كنتش واخداه معايا علشان يعني حسيت ان انا هناك عايزه اساسيات بس، اللي هو غسول ومرطب وسان بلوك ومش اكتر من كده. فالمهم لما رجعت استعملته 3 ايام بس، يعني انا ده 3 يوم ليا من بعد ما رجعت من دهب، وفعلا بدأ يرجع لي نضاره بشرتي تاني، ودي حاجه بسطتني. بس طبعا مش زي النضاره بتاعت قبل ما بهدل بشرتي في الشمس. يعني انا كده يا جماعه بجد، يعني ممكن الريفيو تحس ان هو ايه ده انت بشرتك اصلا شكلها تعبان، بس لا، انا فعلا بعد ما رجعت كانت بشرتي متبهدله اكتر من كده بكتير، وكان عندي حبوب. انتوا عارفين ان انا اصلا بشرتي حساسه ناحيه الشمس جدا، وبيطلع لي حبوب، بجد كتير قوي، لدرجه ان البنات اللي كانوا معايا في الرحله قعدوا يقولوا لي جهاد انت الحبوب عامله لك نمش لونه احمر من كتر الحبوب الصغيره الكتير كتير كانت في خدودي وكمان في قرطي، وهنا كمان كان طالع لي حبوب كتير قوي لونها احمر كده وصغيره جنب بعض، كانت فعلا كانها نمش لونه احمر. لما رجعت لا، فرق معايا جدا، هم 3 ايام بس وبدات احس بالنضاره تاني. الاتنين التانيين بقى عايزاكوا انتوا تختاروا يعني ابدا بمين فيهم الاول، بس انا هقول لكم اللي انا متحمسه له. اول واحد ده مش متحمسه له، مش متحمسه له، بس قصدي ان انا عايزه اخره شويه، لان هو في ايه، هو في ريتينول وفي نياسيناميد. فانا يعني خلاص الريتينول والنياسيناميد دول حاجات انا هرستها من زمان. لكن التاني بقى في بيبتايد اللي هو بتاع الجلو، اللي هو ده كده، ده لسه عايزه اجربه. ده كده في بيبتايد وفي سيراميد، فانا فعلا متحمسه عليه جدا، حاسه ان هو هيعمل كومبو حلو قوي قوي مع الكريم. انتوا طبعا عارفين انا قد ايه بحب الكريم بتاع تيلوفيل، ده خطير يا جماعه، خطير. ولو انت بشرتك دهنيه زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، علشان انا كنت بخاف اقول لاصحاب البشره الدهنيه عليه، بس صاحبتي بشرتها دهنيه جدا فقالت لي ان هي بتستعمله مرتين بس في الاسبوع وكويس جدا معاها. فانت لو بشرتك دهنيه كفايه عليكي مرتين بس في الاسبوع، بلاش اكتر من كده لان هو تقيل بصراحه. لكن لو انت بشرتك جافه هيدلعك بالليل. طبعا هو بيستعمل بس بالليل عشان هو فيه ريتينول. المهم اللي هو الجلوينج سيرم ده انا بجد متحمسه استعمله تاني من بكره، من النهارده، اللي هو انام بقى وانا حاطاه النهارده، عشان هو فيه بيبتايد. انا بحب البيبتايدز جدا جدا جدا، لان ده كمان السيرم ده فيه بيبتايدز، متحمسه لده جدا. وكمان فيه سيراميدز عشان تدعم حاجز البشره. اما بقى اللي هو الانتي بليمش ده فيه الريتينول مع النياسيناميد علشان بقى تحفيز انتاج الكولاجين وعلاج التجاعيد وكده. فده بصراحه يعني اقل واحد حماسا، ولكن ما بقولش ان هو وحش، انا اصلا ما جربتوش، بس اقصد انه ده النتيجه بتاعته بتبان على المدى البعيد. لكن الحاجات اللي هي بتدي جلو والحاجات اللي هي بتنظم افراز الدهون وبتدي نضاره واشراقه، دول بتحس بيهم بالنتيجه بتاعتهم سريعه، لكن دول على المدى البعيد فبيكون ايه، صعب شويه ان احنا نختبره، فاهمين؟ فهستنى رايكم، ابدا بده اللي هو بتاع الريتينول ولا ابدا بتاع البيبتايدز. عموما كده كده انا فعلا بثق في تيلوفيل جدا، لانه ما جربتش من عندهم حاجه وحشه. ممكن يكون عندهم حاجات عاديه، لكن حاجه وحشه لا، ما جربتش من عندهم حاجه وحشه الا الميسلر ووتر، وما كانتش وحشه في الاول خالص. يعني شايفين انا اصلا مخلصاها لحد فين يا جماعه؟ انا ما اعرفش ايه السر اللي حصل فيها. انا حتى قلت لهم الموضوع ده، كانت الاول كويسه جدا جدا معايا، بس طبعا انتوا عارفين ان انا عندي منتجات كتير قوي، فانا بسيبها، مش كل مره ببقى مركزه على نفس الحاجه، فانا بسيبها مفتوحه عادي. فبدات في الاخر تحرق لي عينيا، فانا ما اعرفش ايه اللي حصل لها علشان يحصل فيها كده. حصل مشكله من الركنه ما اعرفش، ولكن انا الميسلر ووتر هي الحاجه الوحيده اللي ما بقتش بحبها قوي في تيلوفيل. لكن عندكم الكريم، عندكم السان سكرين، الغسول حلو قوي قوي للبشره الدهنيه مش الجافه.
عشان برضو انا بحب لما اقول على حاجه اقول هي مناسبه لمين اكتر. في كمان منتجين جربتهم من اسباير فارما. انتوا طبعا عارفين انه اصلا تيلوفيل تبع اسباير فارما. فاكرين اسباير فارما اللي كنت كلمتكم على المنتجات الشعر بتاعتهم اللي بتوقف التساقط وبتزود اللي هو نمو الشعر وكده؟ فانا جربت منهم بقى منتجات تانية بس دي للبشره. انا بصراحه جربتهم لجسمي مش لبشرتي، لان انا كنت جربتهم من شهر فما كنتش لسه اسمريت، ما كانش عندي مثلا اسمرار في حاجه معينه في بشرتي فبفتحها. فانا جربتهم على المكان اللي اسمر في الاندر ارم. لو تفتكروا برضو مزيل العرق بتاع بيز لاين لما عمل لي كلاكيع اندر ارم، الكلاكيع دي اصلا سابت مكانها اسمرار. فانا استعملت المنتجات دي على الاندر ارم. انتوا عارفين كده كده اصلا انا بستعمل غسول اصلا كشاور جel، علشان بجد لقيت الموضوع ده احسن بكتير من الشاور جel اللي بيكون فيه برفيومز. فانا استعملت الغسول ده اللي هو بتاع فيكس لايت بتاع اسباير فارما. هو اصلا فيه مقشرات وكمان فيه الفا اربيوتين، فهو بيدخل في روتين التفتيح. يعني ده كده كده بستعمله لجسمي كله علشان يعني يساعد في موضوع التقشير والتفتيح وكده. اما بقى الكريم كنت باخد منه نقطه صغيره قوي قوي على منطقه الاندر ارم، علشان هو فيه انجريدينتس بتساعد على التقشير زي الساليسيليك اسيد والجليكوليك اسيد، وكمان فيه انجريدينتس بتساعد على التفتيح زي الالفا اربيوتين. فانا كنت بستعمله والحمد لله عمل نتيجه كويسه جدا جدا. طبعا انا استعملته بعد ما ده حصل على طول، علشان انا مش بحب فكره ان احنا نستنى على الاسمرار فتره طويله بعد كده بقى نستنى نتائج، بيكون الموضوع اصلا اصعب. فانا كمان الفتره دي بقيت بستعمله على ايديا، علشان بصراحه انا متضايقه قوي قوي انها اسمرت كده، وهقول لكم بقى النتيجه على ايديا بس طبعا بعد فتره، لان انا لسه بدات استعمله. وبحس كمان ان موضوع الايدين اصعب، يعني تفتيح الايدين اصعب من تفتيح اي مكان مستخبي في الجسم. فخلوني برضو اجربه على ايديا واقول لكم النتيجه بتاعته. اسباير فارما برضو عاملين اوفرز باي 2 جيت 2، يعني بتشتري 4 منتجات وتدفعي ثمن حاجتين 2 بس. وبرضو عندي برومو كود عندهم. طبعا اشتروا اي حاجه انتوا نفسكم فيها، يعني مش لازم يكون المنتجين دول، بس زي ما قلت لكم اهم حاجه تختاروا ال4 منتجات وتحطوهم في الباسكت بتاع الشراء، تمام؟ علشان بس في ناس بتتخيل ان هم هيشتروا حاجتين وهم هيبعت لهم حاجتين هديه، لا، انتوا اللي لازم تختاروا ال4 منتجات بنفسكم. بس كده يعني، يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.